الراجل ده لما بيروح ياكل بتيجي دبانه غريبه وبتاخد قطعه سوشي كامله وبتمشي، وبيكون مستغرب شالتها ازاي وبيقوم وراها عشان يموتها، وبيسمع صوتها في الصاله، ولما بيبص عليها بيلاقي انها خدت طبق سوشي كامل وهربت، وبيجي وراها بس بيلاقي انها طارت بعيد، وبيكون هتجنن ومش فاهم ازاي، وبيرجع بقى البيت وهو بيتفرج على التلفزيون، والدبانه بتيجي تاني عشان نسيت تشرب البيبسي وبتشربه كله وبتمشي، وبتعصب منها وبيمسك خشبه وبيلاقيها على الترابيزه وبيكسر الترابيزه كلها، بس برضه ما بتجيش فيها، وبتفضل تروح له في البيت كله عشان تدمر له البيت، وبتروح بقى عند الكتب وبتفضل تحدف عليه كتب، وبيروح عند المكتبه وبيكسرها خالص وبتخليه يكسر البيت كله، وبتجري عليه وتخبطه في دماغه وبتوقعه وبتيجي من الناحيه التانيه وبرضه بتضربه في وشه، وبيمسك سكينه وبيفضل يجري وراها وبيبوظ في كنبه وبيلاقيها على الحيطه وبيحدف عليها السكينه والشجره، بس برضه كل ده ما بيجيش فيها، واخر ما بيزهق منها خالص بيولع في البيت كله عشان يتخلص منها، فبيكون مش صعبان عليه البيت، لا ده بيكون فرحان عشان يتخلص من الدبانه، وهو ماشي بالعربيه بيكون فرحان، بس هو في العربيه بيلاقي ان الدبانه مستنيه في العربيه ولسه بعد ده كله ما ماتتش، لا دي هي اللي بتموته. لو انت مكانه كنت عملت ايه؟